سأكون جيدة، سأغسل الأطباق وسأكنس الأرض، وسأشتري البيض وكعكة الروم بنفسي، ولن ألمس شعرك أو وجنتيك أو كتفك دون إذن، لن أفعل أبدا أشياء لا تريدني أن أفعلها. الحقيقة أنا مكسوف جدا وأنا بقول الكلام ده، بس المضحك أكتر إن اللي كاتبة الكلام ده هي واحدة من أكتر الشخصيات تأثيرا في تاريخ الحركة النسوية، وكتابها بين قوسين الجنس الآخر بيمثل حجر الأساس في النسوية الوجودية، بل ويعتبر لحظة مفصلية في تطوير الفكر النسوي الحديث. احنا بنتكلم هنا عن سيمون دي بوفوار، وان كانت شايفة ان الست مش بتتولد ست اصلا، وقالت في كتابها لا تولد المرأة امرأة وانما تصبح كذلك. والحقيقة ان من كتر البلاوي اللي الولاية دي عملتها احنا محتاجين نعمل سلسلة فيديوهات نتكلم فيها عنها يعني. بس انا عايز اجيب الموضوع من اوله، يعني عايزين نرجع بالزمن كده يعني كم قرن كده لورا ونشوف المرأة كانت بتتعامل ازاي زمان، وايه هي الحاجات اللي ترتب عليها ظهور الحركة النسوية اصلا، وازاي تطورت من حركة بتدافع فعلا عن حقوق المرأة لحركة متطرفة الى ابعد الحدود. فانا عايزك تقوم تعمل لنا كوبايتين شاي وتركز معايا شوية وتيجي معايا نركب آلة الزمن ونجيب الحكاية من اولها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاة والسلام، وادعي لاخواتنا ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاة دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجة انت بتعملها في حياتك عامة، فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدأ الفيديو. لما هنركب آلة الزمن بتاعتنا ونقف عند العصر اليوناني هنلاقي ان المرأة في الوقت ده كانت ملك الراجل بشكل كامل، سواء بقى كان الاب او الزوج او حتى الابن، في حالة ان امه اترملت ملهاش وجود قانوني اساسا. يعني لو حد ظلمها او تم التحرش بيها ما تقدرش ترفع دعوة قضائية عليه، ولا تقدر تبيع او تشتري اي حاجة، واكيد طبعا مش بتورث، هي ما عندهاش ذمة مالية اساسا. حتى الجواز كان تعاقد ما بين العائلات، والهدف منه كان انجاب مواطنين ذكور. يعني لو واحد كانت مراته خلفتها كلها بنات كان يروح يرجعها لابوها يقول له خد هات لي واحده تانية دي بايظه ما بتجيبش رجاله. وكانت حياه المراه بالكامل متمحوره حوالين البيت، كان مكانها المطبخ حرفيا. طب انت تعرف ان العشيقات والمميسات واللي هم فتيات الليل يعني والحاجات دي كان عندهم حريه اكتر من الزوجات، كانوا بيشاركوا في الحياه الثقافيه وبيقعدوا مع الفلاسفه في الاجتماعات والكلام ده. وعلى ذكر الفلاسفه صحيح، سقراط شهيد الدفاع عن المبدا زي ما بيقولوا، انا بصراحه مش عارف هو استشهد امتى ده، كان شايف ان المراه عامله زي الشجره المسمومه، شكلها من بره جميل لكن لما الطيور بتاكل منها بتموت. اما افلاطون صاحب المدينة الفاضلة كان شايف ان المرأة ادنى من الراجل في العقل والفضيلة، وان النفوس اللي ما حققتش الكمال في حياتها السابقة بتتولد في اجساد نساء، وكان بيأسف انه ابن امرأة، ما تفهمش كان عايز يبقى ابن ايه، وكان بيزدري امه لانها انثى. اما تلميذه ارسطو كان شايف ان المرأة اداة لا تصلح الا للانجاب، وان هي لا يمكنها ان تمارس الفضائل الاخلاقية مثل الراجل لانها مجرد مخلوق مشوه انتجته الطبيعة. وانا من وجهة نظري ان النظرة الدونية اللي الاغريق كانوا بيشوفوا بيها المرأة كانت راجعة ان هم شايفين ان كل فرد في المجتمع ليه وظيفة محددة كلفته بيها الطبيعة بما يتناسب مع قدراته، وكانوا حاصرين دور المرأة في الانجاب فقط. فانا بصراحة كنت عاذر ارسطو، يعني ده واحد غبي يعني ملحد، كان شايف ان الطبيعة يعني متحكمة في كل حاجة. وبعدين برضه ما نضمنش، يعني ممكن يكون كتب كده لانه كان بيحب واحدة مثلا فترقعت له. يعني تخيل ارسطو ده مثلا ماشي ورا واحدة بيعكس يخش يقول لها هو انت غاية الوجود ولا السببية غيرت الحدود، فما فهمتش هو قال ايه فقامت مكشفه له. ولكن اكتشفت ان الفلاسفة الجدد كان عندهم نفس النظرة الدونية للمرأة اللي كانت عند ارسطو. يعني واحد من اهم مفكرين التنوير جان جاك روسو كان بيقول ان المرأة لازم تخضع للراجل، وان المرأة لم تخلق للعلم ولا للحكمة وانما لاشباع غرائز الرجال. وعندك مثلا ايمانويل كانت اللي كان شايف ان عقل المرأة لا يرقى الى عقل الرجل. وعندك نيتشه اللي كان شايف ان المرأة في افضل الاحوال حيوان زي القطط والكلاب والبقر، وان هي بتتآمر مع كل اشكال الانحلال ضد الراجل. ما تفهمش ده اتكشف له من كام واحدة في حياته. وعندك واحد زي شوبنهاور الراجل اللي شنبه بيطلع من سوالفه، ما تفهمش ده شنبه طالع ازاي كده، يعتبر من اكتر الفلاسفه اللي بيكرهوا المرأة نظرا لحياته البائسة اللي عاشها بسبب يعني والدته اللي ما كانتش احسن حاجة يعني. وكان شايف ان المرأة عيب من عيوب المجتمع وانها لم يسبق ان انتجت فنا عظيما او اي حاجة لها لازمة. وطبعا في مفكرين تانيين غير اللي انا ذكرتهم عندهم نفس النظرة الدونية للمرأة، بس احنا ممكن نعتبر ان دي اراء فردية لبعض المفكرين وان مش بالضرورة يكون هو ده الواقع بجد، لحد ما نكتشف ان سنة 673 اتعمل مؤتمر في فرنسا علشان يناقشوا حاجة مهمة جدا، واللي هي هل المرأة انسان ام حيوان؟ ولو كانت انسان هل ينفع نديها حقوق زي الرجالة ولا ما ينفعش؟ بس الحمد لله يعني في الاخر استقروا ان هي انسان ولكنها اقل منزلة من الرجل وملاش اي حقوق. وفي اواخر القرن ال18 سنة 1789 اعلنت فرنسا عن اللوائح الاولية لحقوق الانسان والمواطن، واللي ما كانتش بتشمل المرأة اساسا. يعني هو الحقوق الانسان ده اللي هو الراجل. طب الست فين يا
جدعان؟ ايه ده، هي الست انسان اصلا؟ انا ما خدتش بالي والله، محدش قال لي. اما بالنسبه للمراه في الاديان فالموضوع ما كانش مختلف كتير. يعني في اليهوديه المحرفه المراه امر من الموت، وخير للرجل ان يحرق التوراه على ان يعلمها لامراه، والرجل الصالح هو من لا امراه له. وفي المسيحيه المحرفه المراه بالكامل تعتبر ملك الراجل، وطبعا مالهاش ذمه ماليه ومش بتورث، وكانت ممنوعه من لمس الكتاب المقدس علشان بيعتبروها نجسة. اما في الجاهليه الموضوع كان سيء جدا برضه. المراه ما كانتش بتتعامل كفرد مستقل مسؤول عن افعاله زي بقيه الناس، بل كانوا بيعتبروها من ضمن الممتلكات الخاصه بالعيله او القبيله، زيها زي الجمال مثلا، زي الاغنام والكلام ده. وكان يحق للزوج يطلق مراته في اي وقت زي ما هو عايز وتفضل على ذمته برضه. وكان بالنسبه لهم المراه عار، لدرجه ان اللي كان بيبشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم ده يا جدعان اللي هو من كتر الخزي والعار اللي هو حاسس بيه هو ماشي بيداري نفسه من الناس. وطبعا كلنا عارفين كانوا بيعملوا ايه لما البنات الصغيره دي تتولد، كانوا بيوقدوهم. وقيس بقى على كده باقي الاديان. يعني البوذيين مثلا بيعتبروها ان هي مصيده للاغواء، الصينيين كانوا بيبيعوها وبيسددوا ديونهم بيها، الهنود كانوا بيحرقوها مع جوزها لما يموت، والراجل كان ممكن يخسر مراته في القمار عادي، يعني يامر بيها مش مشكله، يعني الموضوع بسيط. ونتاج لكل الظلم اللي المراه تعرضت له على مر التاريخ كان لازم يكون في رد فعل. طبعا كان في محاولات فرديه للدفاع عن المراه من بعض النساء، ولكن دول هنتكلم عنهم في الفيديو بتاع سيمون دي بوفوار. فخلينا نخش بقى في الموجات الاربعه، واللي اولهم بدات في اواخر القرن ال18، وكانت مطالب الستات يعني حاجات بسيطه ومنطقيه. عايزين الحق في التعليم زي الرجاله، عايزين الحق في الانتخاب والتصويت والترشح للمناصب السياسيه زي الرجاله. والحقيقه ان الموضوع فضل فتره محدش مهتم، يعني معلش والله بس احنا مش فاضيين للكلام ده يعني، لحد ما جت الحرب العالميه الاولى وشقلبت كل الموازين. رجاله كتيره سابت بيوتها وشغلها وحالها ومحتالها وراحت تحارب وما رجعتش تاني. فاهمين طبعا الحرب العالميه الاولى يعني كان فيها مجازر واعداد مهوله من الرجاله بتموت. فهنا يعني ايه بدانا بقى ايه نهدى ونشد كرسي ونقعد، فاهم، ونقعد مع المراه. ايه يا بنت الحلال، نفسك في ايه؟ عايزه ايه؟ نفسي نعمل لك ايه؟ ها اللي انت هتيجي بس تشتغل عندي في المصنع، واخد بالك الراجل بياخد 50 اديك انت 10، ما اصل انت سترونج، انت باين عليك كده سترونج اندبندنت وومن. ومن هنا يا صديقي بدات تظهر بقى ايه الشعارات الرنانه بتاعت انت تقدري، سترونج، انت، انا ابن مصر، انا ضد الكسر والحاجات دي، وتعالي علشان احنا محتاجينك لانك انت سترونج اندبندنت وومن، والورشه محتاجه عمال، واخد بالك، فعايزينك تيجي تشتغلي عشان ما عادش فيه رجاله. المهم يعني سنه 1920 الدستور اتغير اخيرا، وبقت المراه يعني لها حق ان هي تصوت في مش تصوت، اللي هي ترقع يعني التصويت في الانتخابات والحاجات دي. ولان احنا في نظام رأسمالي والمراه خلاص بقت فرد في هذا المجتمع اللي احنا بنحلب منه فلوس يعني، فبقى في التفات لمشاكل المراه واستماع للمطالب بتاعتها، ولكن ما كانش بنفس مستوى طموحات المراه. وده ينقلنا للموجه الثانيه اللي كانت في ستينيات القرن الماضي. وهنا بقى احنا وصلنا لبداية الكارثة. يعني الموجة التانية ده يا جدعان ليها كذا شق ممكن نتكلم فيه، بس ابرز حاجة طبعا هي الحرية الجنسية اللي كانوا بيطالبوا بيها في الوقت ده، وان من حق الستات ان هم يمارسوا الجنس باي شكل في اي وقت في اي مكان هم عايزينه، وبالتبعية فهم من حقهم يجهضوا اي اطفال هتيجي نتيجة العلاقات دي. يعني هنزود زنا ونقلل انتاج. بس الحاجة اللي ضحكتنا يا جدعان بجد ان هم سنة 68 عملوا مظاهرة بيهاجموا فيها مسابقات ملكة الجمال، لان هم كانوا شايفين ان المسابقات دي بتحقر من المرأة وبتخليها سلعة للبيع. يعني مسابقة ملكة الجمال بتخلي المرأة سلعة وبتحقر من المرأة، لكن المجلات الإباحية والأفلام الإباحية والإعلانات اللي بنطلع فيها بنات ملط علشان نبيع المنتجات بتاعتنا دي ما فيهاش حاجة، دي بتعزز من المرأة وبتعلي من شأنها. لكن ملكات الجمال انتوا يا جدعان عبط، انتوا مجانين، عايزين المرأة تبقى سلعة. نرجع لموضوعنا. الأسرة كانت مسببة مشكلة كبيرة جدا لأهداف النسويات، وكان لازم يتخلصوا من هذا النظام اللي هم كانوا بيسموه النظام الأبوي، اللي هو البيت فيه أب وأم وأولاد، والأب هو المتحكم في البيت وعنده القوامة وهو اللي بيشتغل. هم عايزين بقى يعني الموضوع ده يتلغى، لأن هم عايزين مساواة في كل حاجة حرفيا. معلش يعني البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. ونتيجة طبعا لده الأسرة مش اتفككت، الأسرة اتفتتت، الأسرة اتقطعت مليون حتة. ومع الوقت الستات ما بقتش بتشوف الرجالة على انه جنس تاني بيشارك معانا هذه الحياة البائسة المقرفة اللي احنا عايشينها، بل بقت شايفاه منافس ولازم تثبت له قوتها وتحط عليه كمان. وده ولد كره كبير جدا للرجالة عند فئة كبيرة جدا من النسويات، وده اللي خلاهم يلجأوا للشذوذ الجنسي. وبقت حاجة من اهم مطالبهم هي الحرية الجنسية للشواذ. وان ليه يعني الأسرة تتكون من أب وأم وأولاد، ممكن تتكون من بنت وبنت. ومن هنا طلعت القاعدة الشهيرة اللي بتقول إذا كانت النسوية هي النظرية
البشريه، فالسحاق هو التطبيق. على فكره يا جدعان انا كده جبت لكم الموجه الثانيه في الثالثه مع بعض، لان هم على نفس الديدلاين. احنا فضلنا ماشيين من الستينات لحد التسعينات بنفس هذا النهج، ولكن واحده واحده لحد ما وصلنا للتسعينات والموضوع بقى فج قوي بقى، يعني خلاص ريحته طلعت قوي، فاهمين؟ الموضوع بقى بجح بشكل مش طبيعي. هي بس من الحاجات اللي زادت في الموجه الثالثه ان هم بقى بداوا يطلعوا حاجات غريبه جدا. يعني مثلا يقول لك ايه، كلمه وومن اللي هي معناها ست في الانجليزي بتتكتب WOMAN يعني مان، يعني حتى الذكوريه واخدين بالكم في الانجليزي. شفت بقى انتوا مجتمع ذكوري ازاي؟ معلش بس احنا عايزين نغير بقى كلمه وومن دي، نشيل كلمه مان ونعمل اي حاجه تانية. نفس الكلام على كلمه هيومن يعني بشر. ازاي بقى هي معناها بشر وهي في الاخر مكتوب مان؟ معلش برضه، هو انتوا برضه عايزين تربطوا البشريه بالراجل بس؟ اما انتوا مجتمع ذكوري ابن 60 كلب صحيح. والجديد منه بقى يا صاحبي ان بقى في حاجه اسمها الحريه الجندريه، ودي ليفل اعلى من الحريه الجنسيه. يعني الحريه الجنسيه هي ان المراه تمارس الجنس مع اي نوع من البشر هي عايزاه، سواء رجاله او ستات. لكن الحريه الجندريه هي ممكن تبقى مش شايفه نفسها بنت اصلا، يعني هي شايفه نفسها راجل، يا عم هي حره بقى. الموجه الرابعه بقى كانت مع بدايه ظهور السوشيال ميديا، وده اللي ساهم بشكل كبير جدا في انتشار النسويه وانتشار افكارها. ولان السوشيال ميديا تقريبا موجوده في كل بيت في العالم، فبقى سهل جدا انك تروج لاي اجنده انت عايزها. والحقيقه ان السوشيال ميديا كانت ارض خصبه وبيئه مثاليه جدا لانتشار الفكر النسوي بشكل اوسع، وده ساعده في انه يوصل لجميع فئات المجتمع وللستات من جميع الاعمار والاديان كمان. والانتشار الضخم ده خلى معظم الستات يتاثروا بالفكر النسوي على الاقل بشكل بسيط. يعني في الوقت الحالي الجيل ده من الستات في الغرب 80% منهم بيصنفوا نفسهم على انهم فيمينيستات او ممكن يكونوا فيمينيستات. وانتوا عارفين المشكله في ايه يا جماعه؟ لو احنا دلوقتي جينا نبص على النتائج المترتبه على القرف اللي الفكر النسوي ده عمله، هنكتشف بلاوي متلتله. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم تم تدمير الاسره، يعني هو ما عادش في حاجه اسمها اسره، اتشالت من المنيو. والله يا صاحبي دور في مطعم تاني بقى. يعني انا بجد بيصعب عليا قوي العيال اللي بيبقوا شايفين ان البروبوزل ده وان الواد ينزل على ركبته ويطلع الخاتم والكلام ده ان بقى دي كيوت، وشوف بقى البنت اتكسفت ازاي ومش مصدقه. هي مش مصدقه بجد يعني هي مش مثلا مصدومه بقى فاوه يخرب بيت الجمال، هي مش مصدقه بجد ان هو جاي يتجوزها، فاهم؟ لان ده مش موجود، ده نادر الحدوث يا معلم. هو معلش يعني اما يبقى كل شيء مباح وان الواد والبنت ممكن يعيشوا مع بعض عادي كده زي المتجوزين بس من غير جواز، ويعيشوا في بيت واحد وممكن يخلفوا اطفال كمان بس من غير اي جواز، طب ما هو هيتجوزها ليه؟ فيا عيني لما واحد بيجي يتقدم لواحده البنت ما بتبقاش مصدقه نفسها حرفيا ان هو جاي يتقدم لها، لان هي طول حياتها بتمشي مع الشباب كده يعني صرمحه، فاهم؟ يقعد معاها شهرين ثلاثه ويسيبها ويشوف غيرها، فاهم؟ وهي بقى تشوف واحد تاني والدنيا ماشيه على كده. فبالنسبه لهم ان واحد يتقدم لواحده دلوقتي بقت حاجه خياليه. يعني انت يا ابني مجنون يا ابني، انت بتدبس نفسك في جواز؟ ما انت ممكن تعيش معاها كده عادي. هنيجي نبص مثلا على نسب الاطفال الغير شرعيين في الدول الاوروبيه، هنلاقي ان مثلا دوله زي فرنسا عندهم اكتر من 60% من الاطفال اللي بتتولد هم اطفال غير شرعيين، محدش يعرف مين ابوهم، لدرجه ان هم بقوا عاملين بوكسات في الشارع، يعني اللي معاه طفل يا جدعان ما يعرفش بتاع مين او ما هوش عايزه، فاهم؟ حطه هنا. وعلى فكره في دول عندها نسب اعلى، المكسيك مثلا 70%. وخلي بالك النسب الضخمه دي هي الاطفال اتولدت اساسا، لان في اطفال تانيين بالملايين ما لحقوش يتولدوا بيتم اجهاضهم، لان دي طبعا حريه شخصيه. شايف العداد اللي قدامك ده صاحبي؟ ده عداد بيجيب لك عدد الاطفال اللي تم اجهاضهم السنه دي بس. السنه دي اللي هي 2025 تم اجهاض اكتر من 18 مليون طفل، وده في الوقت اللي انا بسجل فيه حاليا. يعني هو دلوقتي 18 مليون و500 وحاجه، انت ممكن بعد الفيديو ده ما ينزل تلاقيه مثلا 20 25 عادي، فاهم؟ وعلى اخر السنه انت ممكن تلاقي العداد ده مقفل ال 50 مليون مستريح. في دول يا جماعه الشعب بتاعها كله ما جابش ال 50 مليون نسمه، انت متخيل الرقم؟ وده بيحصل كل سنه، وكل سنه بتعلي على اللي قبلها في العدد. وطبعا لو جينا نتكلم عن الشذوذ فحدث ولا حرج، الدنيا في الليمون منه يعني، فاهم؟ الدنيا بزراميط على الاخر. يعني بيقول لك 30% من بنات الجين زي شايفين نفسهم ان هم من مجتمع ال LGBT اللي هو مجتمع الشواذ يعني. وطبعا بقى مش قادر احكي لك على الحريه بقى وان الست ماشيه براحتها محدش بيبص لها ولا في اغتصاب ولا تحرش، يالا مفيش اي حاجه من الكلام ده يا ابني موجود عندنا في مصر بس والدول العربيه الاسلاميه. يعني مثلا دوله زي فرنسا ما فيهاش تحرش خالص ولا اغتصاب ولا الكلام ده، هم بس عندهم 100% من الستات اللي بيركبوا مواصلات بيتعرضوا للتحرش يعني، لكن ما عندهمش اي حاجه من الحاجات الوحشه دي. عندنا احنا بس في الدول الاسلاميه يعني. ويجي صاحبك العبيط بقى يشاور لك على اوروبا يقول لك شوف الناس متقدمه ازاي وانت لسه متخلف وراجعي، وهو ما يعرفش ان الناس دي عايشه في كارثه اخلاقيه بسبب ان هم دمروا الاسره، دمروا الفطره السليمه للانسان. رجاله وستات شايفين بعض ان هم خصوم طول الوقت، ولازم كل واحد فيهم يفرض عضلاته قدام التاني
علشان يثبت له قد ايه هو قوي، ودي حاجه غير صحيه ليهم وللمجتمع بشكل عام. سبحان الله يا جدعان، ده بيبين قد ايه ديننا ده متكامل فعلا، وان اي حاجه ربنا امرنا بيها في القران او الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بيها هي فعلا الحاجه الصح. واي حد بيشكك في حاجه زي كده او شايف ان الغرب دول ناس جامدين وحلوين واحنا اللي وحشين عشان احنا متخلفين وارجعين وبنحاول نمشي بالدين ومش عارف، ده انسان عبيط بجد. انت محتاج تروح لدكتور عيون، محتاج تكشف على عينك، لان انت في حاجه غلط عندك. انا الفيديو كله تعمدت ان انا ما اتكلمش في الدين، لان ان شاء الله هنعمل فيديو عن الاسلام في المرأة، المرأة في الإسلام يعني وما بعد الإسلام وكده. الفيديو ده كنا بنتكلم فيه عن ما قبل النسوية وإزاي المرأة كانت بتتعامل قبل النسوية، وبعد النسوية إيه اللي حصل زي ما انتم شايفين، يعني كارثة. قبل النسوية وبعد النسوية كانت كارثة يعني. وإن شاء الله هنتكلم أكتر عن النسوية الفترة الجاية، ولكن بس أنا يعني مشكلتي في إن أنا يعني في البحث والحاجات دي والسكريبت والكلام ده، أنا ضايع جدا في الحاجات ده يا جماعة. أنا بقالي شهر شغال على الفيديو ده، أنا فاشل جدا في السكريبت، وفاشل جدا في إن أنا يعني أعمل سيرش وأدور على مصادر وكده. يعني أنا فاشل جدا يا جدعان. فياريت لو حد يقدر يساعدني يكلمنا على الانستجرام. وبس كده، أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا بعتذر لكم عن التأخير، وكل سنة وانتم طيبين بالمناسبة العيد يعني، فكل عام وانتم بخير وعيد سعيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وريت ما ننساش أهلنا وإخواتنا من الدعاء، ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت وصلت لحد الدقيقة دي في الفيديو انزل قول لي في الكومنتات وصلت يا جو، وانا هقول لك خلصانة. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. سلام. ثانيا مثلا الضف بس هو اللي حلال. انا دلوقتي ممكن اخد صوت الضف ده احطه على اي برنامج توزيع موسيقي اطلع لك منه 5000 صوت غير الضف، فهل كده الضف بقى حرام؟ يا صاحبي ما انت رديت على نفسك اهو، هتطلع منه 5000 صوت غير الدف، يعني مش دف يعني حرام. وبعدين هو مين اللي قال لك ان الدف حلال في المطلق؟ يعني هو ليه قيود برضه عشان يبقى حلال؟ هو مين اللي بعت لي الفيديو ده يا جدعان؟ يعني مع احترامنا يعني للاخ اللي عامل الفيديو، بس فيديو تافه قوي يعني. ما اعتقدش ان في حد ممكن يصدق اللي هو بيقوله او يقتنع بيه يعني. ده القرآنيون بجلالة قدرهم اللي انا بصراحة يعني بشوفهم اغبياء، عندهم حجج اقوى من دي بكتير.